السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة هتلاقوا فيها كل مرة حاجة جديدة. منوريني ومشرفيني دايما كالعادة في أي وقت وفي أي مكان بتشوفوني فيه. النهاردة إن شاء الله معانا طريقة عمل العصاج أو اللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية وبطريقة إنك تزودي بيها كمية العصاج بتاعك ويبقى إن شاء الله معاكي زي الفل. اول حاجه معايا نص كيلو لحمه مفروم كان منشال عندي في الفريزر، ومعايا بصلايه واحده متوسطه الحجم، ومعايا قرنين فلفل واحد بارد واحد حراق، ومعايا جزرايه متوسطه مقطعاها، ومعايا طماطميتين صغيرين. هبدأ هنا اضرب المكونات بتاعتي في الكبة. حطيت البصلة والجزرة والفلفلاية. لو ما عندكيش كبة خلطيهم على ايدك، بس نعمل البصل على قد ما تقدري علشان هنخليه يعني هنضاعف كمية اللحمة من غير ما البصل شكله يظهر في اللحمة. هنضربهم في الكبة مع بعض. طبعا العصاج من الأكلات الاقتصادية اللي تنفع في أي حاجة في الحشوات وبعيش كده من غير أي حاجة، شغالة معاكي يعني مش هتقول لأ. يعني ساعات لما ببقى محتارة في تجهيز الغدا ايه أو أكل ايه وعايزة حاجة سريعة، بعمل عصاج كده وبناكله بالعيش كده سندوتشات وبيتاكل بالعيش. تعملي جنبه بطاطس اي حاجة يعني ما بيقولش لأ، ماشي معاكي في كل حاجة. هنا هبتدي ان انا اضرب الطماطميتين معايا في الكبة هنعمهم، مش مرضتش احطهم مع الخضار علشان انا عايزة الاول هعمل تركاية كده هتخلي طعم اللحمة حلو ومش هتخلي البصل والخضار ظاهر قوي في اللحمة. هتديكي طعمه بس مش هتخلي شكله ظاهر كده ان انتي مكترة كمية او حاجة. في صينية هنا على النار حطيت معلقتين كده من الزيت، شوية زيت، ونزلت بالبصل والفلفل والجزر اللي كنا عاملينه مع بعض. هنقلب فيهم شوية كده حوالي 3 دقايق. عايزينهم يعني ايه يدبلوا كده، يجيبوا ميتهم كده ويدبلوا. مش عايزين اوعي تحمريهم اوعي البصلة تحمر منك، لا احنا عايزينها تدبل بس بحيث لما نحط عليها باقي المكونات بتاعتنا ما تبقاش زهرة، تدوب البصلة تدوب كده في سواها مع اللحمة، ما تبقاش زهرة البصل فيها ما يبقاش ظاهر. وده للناس اللي فيها، في ناس يعني ما بتحبش يجي في بقها كده قطعة بصلة او حاجة في قلب اللحمة. انا عندي كده هما في البيت ما بيحبوش طعم البصل يجي في بقهم وهم بياكلوا او يظهر في اللحمة، فعشان كده بعملها بالطريقة دي. بتطلع حلوة قوي، بضاعف الكمية بيها وفي نفس الوقت ما بتظهرش في الأكل، بتبقى حلوة يعني. هنا هنبتدي نقلب كل شوية نقلبها علشان بس ما تحمرش من ناحية أو حاجة، تفضل كلها سواها واحد من جميع الاتجاهات. تفضلي كده قلبي فيها، ولو عندك مكعب زبدة صغير كده ممكن تحطيه برضو مع الزيت، هيديها طعم خيالي وهيودي يعني بصراحة الطعم بتاعها في حتة تانية خالص. هنا بننزل بالطماطميتين اللي قطعناهم في الكبة، او بشوريهم يا ست الكل، او اخرطيهم على ايدك بالسكينة، مهم يعني تنعميهم. وهنا بقى انا حطيت الطماطميتين كده وقلبت تقليبة كده، وهغطي عليها شوية، مش هحط اللحمة لسه، هغطي عليها، هسيب الطماطميتين كده مع البصلاية ياخدوا ويدوا مع بعضهم على النار لمدة 3 دقايق برضو قبل ما ننزل باللحمة. وهنا كانت الدنيا تمام، ظبطت معايا، الطماطم ابتدت تجيب مية كده لسه ما تسبكتش يعني. ونزلت بقى باللحمة هنا. وهنا بقى لما تنزلي باللحمة عشان اللحمة ما تكتلش منك وتعمل قطع كبيرة كده وقطع صغيرة، افضلي بالمعلقة كده دوسي عليها كده. شوفي زي ما انا بعمل كده، اللي هي فك التكتلات بتاعتها من بعضها، حتى يعني الاكتر لو هي متلجة يعني تفك التكتلات دي. هنا كان معايا لسه حتة مجمدة عمالة اقلب فيها يمين وشمال وانزل الحتة اللي بتسيح منها عشان كلها تستوي مع بعضها ويبقى سواها كل واحد. افضلي كده دوسي عليها بالمعلقة كده زي
مش عارفة يعني اجيبها لك ازاي، بس هي بتفككيها من بعضها عشان تبقى كلها حجم واحد ومستوى واحد كده. تمام معايا. كانت تقريبا فكت كلها. هغطيها بقى وهسيبها على نار يعني مش عالية اقولك، يعني عشان برضو تبقى يعني عالية شوية. سيبيها شوية كده وكل شوية قلبيها، كل شوية قلبيها لحد ما تلاقي المية اللي فيها ابتدت يعني ايه انها تنشف، ابتدت انها تشرب ميتها. الخضار هنا معانا منزل مية، والطماطم والبصل الحاجة الخضرة اللي حطيناها دي منزلة ميتها. ونحط البصلة اللحمة بقى تشرب من مية الخضار دي، والبصل كده يدوب دوب كده مع اللحمة ما يبقاش ظاهر. هنا بقى ست كل البهارات بتاعتنا. حطيت فلفل اسود، وحطيت كزبرة مطحونة، وحطيت معلقة بهارات لحمة، وحطيت 7 بهارات، وحطيت معلقة توم باودر صغيرة وبصل باودر. يعني التوم والبصل تقريبا هما الاتنين نص معلقة، يعني مش ده نص وده نص، لا ده الاتنين نص معلقة، يعني ربع وربع. وظبطت الملح بتاعها وقلبت، وكانت ما شاء الله الدنيا تمام. هحطها بقى وهدي عليها النار خالص واسيبها تستوي. كانت هنا بقى بعد ما استوت يعني ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها جميل. ألف هنا وشفا على قلبك يا ست الكل. ولو عجبك الفيديو اعمليلي لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.